عايزين نعرف مين هي الأم المتشافية. الأم المتشافية هي الأم اللي اشتغلت على نفسها نفسياً وعاطفياً وطاقياً، وتعافت من كل جروح طفولتها وصدماتها القديمة، فبقت أكثر وعي وثبات وهي بتتعامل مع أولادها. ما بتحاولش إن هي تنفذ غضبها أو قهرها أو حزنها عليهم لأي سبب من الأسباب، لأن هي فهمت جروحها القديمة وشافتها. كمان ما بتحبش تربط الحب بالنجاح والسلوك الكويس، يعني حبها مش مشروط، بالعكس حبها بدون أي شروط. هي بتحبك كده زي ما أنت، بعيوبك بمميزاتك، سواء نجحت سواء فشلت. هي أمك وبتحبك وبتتمناك أحسن واحد في الدنيا. بتسمع كويس جدا وبتفهم، مش بتهاجم، بتسمع مشاعر ابنها حتى لو مش عاجباها. هي بتفهم إن كل طفل ليه مساره وظروفه ونمطه، فمش بتقارن ولادها بحد. يعني ما بتقولهوش انت ليه مش زي زميلك، واللي مش زي ابن خالك وابن خالتك وابن عمك وجارك. ما بتقعدش تحطم في ولادها طول الوقت وتقول لهم القرارات السخيفة اللي بتقعد دايما تجرح ولادها. كمان بتربي نفسها قبل ما بتربي ولادها، يعني لما بتشوف أي شيء وحش فيها بتحاول إنها تشتغل على نفسها لحد ما بتحس إن الشيء ده ما بقاش موجود، أو الشيء السلبي ده اختفى، علشان خاطر هي مراية لولادها فقدوة ليهم. فبالتالي لو هي بتطلب منهم حاجة معينة ما يعملوهاش وهي بتعملها، فما ينفعش، عمرهم ما هيبطلوها طالما هي القدوة بتعمل الشيء ده. فهي بتربي نفسها قبل ما بتربي ولادها، وبتسمح لنفسها بالغلط عادي وبتعتذر. يعني لو غلطت وحست ان هي غلطت في حق ولادها، انفعلت عليهم، ضربتهم، زعقت لهم، بتتأسف وبتعتذر وبتقول انا اسفة، ما كانش قصدي، انفعلت، معلش. ما بتحاولش ان هي تكون متكبرة او تقول ان انا ما بغلطش او انا ام مثالية. لا، هي مقتنعة تماما ان مفيش حد كامل، كلنا بنغلط وكلنا بنخطئ وبنصيب، فعادي مفيش مشكلة ان هي تغلط وتعتذر. ليه الام المتشافية دي ليه بتبقى مهمة اكتر من اي ام؟ لانها ببساطة بتكسر سلسلة الاذى المتوارث وبتخلق بيئة فيها امان نفسي لولادها، وكمان بتصنع جيل صحي متزن، مش معقد ولا عنده صدمات في الماضي ولا جروح. لا بالعكس، الجرح اللي هي أو جروح أو صدمات اللي هي تعرضت لها وهي صغيرة بتحاول إن هي ما تخليش ولادها يورثوا الحاجات دي، أو إن هم يعيشوا اللحظات اللي هي عاشتها قبل كده. فدي تعتبر أم بالنسبة لنا نكون فخورين بيها ونساعدها ونعينها، وما نحاولش أبدا ننتقدها ونقعد نقول لها كلام سلبي. بالعكس، احنا فخورين بيكي وعايزين نقولك ان انتي حد مهم جدا جدا، واهم من اي حد، لانك انتي بتشتغل على نفسك، بتحاولي تتشافي، تنمي من قدراتك، ترتقي بوعيك، بتحاولي ان انتي ما تحوليش ولادك لنسخة تانية منك. بالعكس، انتي بتحاولي تخليهم النسخة الافضل منك، بتحاولي تكوني قدوة ايجابية ليهم مش قدوة سلبية. اوعي تحسي بيأس ابدا او احباط، بالعكس كوني فخورة بنفسك واستمري، وولادك هيكونوا فخورين جدا بيكي. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.